4 حالات تفعل فيهم الخير ولا يتقبل الله وتلقى في النار يوم القيامة. أيوة، زي ما سمعت كده، ده مش كلام، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. صدق الله العظيم. أنا ليه بقول لك كده؟ هل عشان أخوفك؟ لا، بالعكس، ده بقول كده عشان بحبك وخايف عليك وشايف إنك بتعمل خير وجواك حاجة كويسة، بس ممكن تكون بتعمل حاجة تانية غلط فتضيع الخير اللي أنت بتعمله ده. فحرام الخير ده يروح على الأرض وما تستفادش بيه، فتكون عارف الخير ده أنت بتاخد عليه ثواب فعلا ولا لا. النوع الأول من الناس اللي بتفعل الخير ما بتاخدش عليه ثواب. حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة نزل إلى عباده ليقضي بينهم، وكل أمة جاسية، ويؤتى برجل يجمع القرآن، ورجل يقتل في سبيل الله، ورجل كثير المال، فيقول للقارئ: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ فيقال: بلى يا رب. فيقول: فبما عملت بما علمت؟ فقال: لقد قمت به آناء الليل وأطراف النهار. فيقول الله: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، بل أردت أن يقال فلان قارئ، وقد قيل. ويؤتى بصاحب المال فيقول الله: ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ فيقول: بلى يا رب. قال: فيما عملت فيما آتيتك؟ قال: كنت أصل الرحم وأتصدق. قال الله: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، بل أردت أن يقال فلان جواد، وقد قيل. ويؤتى بمن قتل في سبيل الله فيقول له: فيما قتلت؟ فيقول: أمرت بالجهاد في سبيل الله فقاتلت حتى قتلت. فيقول له الله: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، بل أردت أن يقال فلان جريء، أما وقد قيل ذلك. ويقول أبو هريرة: ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وقال: والله فإن أولئك الثلاثة هم أول ما تسعر بهم النار يوم القيامة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف ازاي هول الموضوع ده، ازاي ان واحد بينفق في سبيل الله، واحد يقاتل في سبيل الله، واحد عالم يعلم القرآن ويعلمه، هم اول ناس تسعر بهم النار يوم القيامة. ليه؟ عشان حاجة واحدة بس، الإخلاص. ان هم ما كانوش مخلصين النية لله، كانوا بيعملوا اعمالهم ديت رياء للناس وعشان الناس تقول فلان بيعمل وفلان بيخلي وفلان بيسوي. ولو كان الناس قالوا عليهم كده فعلا في الحياة الدنيا، خلاص ما عادش ليهم قيمة قدام ربنا وما عادش ليهم ثواب عند ربنا ولا بيغفر لهم. وكمان مش بس انهم بيدخلوا النار، دول اول ناس يسعر بهم النار يوم القيامة. فربنا يعافينا. فيا ريت تكون مخلص لله سبحانه وتعالى في اي عمل تعمله مهما كان قليل. لو انت مخلص فيه ربنا هيكرمك وهيجازيك عليه وهتاخد اكبر ثواب عليه. اما لو كنت غير مخلص فمهما عملت من ثواب ربنا مش هيجازيك عليه، علشان ربنا مش بيتقبل من الاعمال الا من هو خالص لوجهه الكريم. النوع الثاني: عمل الزوجه للصالحات وزوجها غير راضي عنها. مهما عملت الزوجه من اعمال صالحه وخير وصلاه وعبادات وكل حاجه وزوجها غير راضي لن يتقبل منها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت امر لاحد ان يسجد لاحد لامرت الزوجه ان تسجد لزوجها. مشكله كبيره ممكن بعض الزوجات تقع فيها ان هي مش مستوعبه قيمه الزوج في الاسلام، وان راحتها وجنتها ونارها في ايدين زوجها. طول ما الزوج ما بيأمرش بمعصيه طاعه الزوج واجبه في كل شيء، فاطيع زوجك والا عباداتك ستكون بلا قيمه. النوع الثالث: الرجل العاق الوالدين. مهما كنت بتعمل من عبادات واعمال صالحه وصلاه وصوم وزكاه وابوك وامك مش راضيين عنك ربنا مش هيتقبل منك. قال تعالى: وان جاهداك على ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول حتى لو اهلك كفر وبيدعوك ان انت تكفر بالله ما تطيعهمش ساعتها، لكن صاحبهم في الدنيا معروفة وكلمهم كويس وعاملهم كويس. فطيع أبوك وأمك حتى يتقبل منك الله عباداتك. النوع الرابع والأخير هو صاحب المن، الشخص اللي بيدي وبيعطي وبيساعد اللي حواليه لكن دايما بيمن عليهم. قال تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس لا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلد لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. صدق الله العظيم. النوع ده نوع خطير جدا. وشوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول انت بس لو اتكلمت كلمه طيبه ولو عملت عمل خير من غير ما تدفع فلوس ولا تبذل مجهود احسن عند ربنا من انت تبذل مال ومجهود وفي الاخر تكون عمال بتمن للناس اللي حواليك، فربنا مش هيتقبل منك ولا هتاخد عليه خير. فيا جماعه اوعوا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. واخيرا احنا شفنا الانواع ديت من الناس اللي بيعملوا الخير ربنا مش هيتقبل منهم. اوعى تكون واحد منهم. فلو كنت تعمل الخير لازم تكون مخلص، ولو زوجة طيع زوجك، ولو ابن خليك محب وطائع لوالديك. وأخيرا إياك تتبع صدقاتك بالمن والأذى علشان ربنا يتقبل منا بإذن الله.
وتخش الجنة بسلام.